هذه الكاميرا الذكية موجودة قبالي الآن. لسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم نحكي لكم طرفة صغيرة صارت معنا خلال الثورة. طبعا دخلت أنا على معركة تحرير الحويقة، وأنا بالعادة أستأذن أي فصيل موجود أستأذنه بالدخول حتى يكون له علم من أنا مثلا. فدخلت واستأذنت بذاك الوقت جبهة النصرة، قالوا فوت، إذا ما تنشر فوت. قلت لهم لا بالله أنا ما أنشر. والمعركة على أشدها، أنا تعرف بالأرض ما تقدر تشوف مثل ساحة المعركة، فاضطريت أطلع على الطابق الرابع لأنه كان النظام يقصف والثوار على الأرض قام يقصفون، وكان بي ام بي مفخخة فات بيها استشهادي من لواء مؤتة. من كثر غزارة الرصاص اجى إعلامي خائف، هذا الرجل حط الكاميرا على ستاند وكبس ريك وانهزم، وظليت أنا واقف أعلق على كاميرتي وأدور من اليمين لليسار أغطي المنطقة إلى أن صار وصل الاستشهادي للهدف. ثاني نهار أنا جيت وإذ جايني شاب من جيش الإسلام من أهل الطابية الجزيرة، وإني يقول لي جبهة النصرة تدور عليك. خير، قال أنت باث البارح فيلم. أنا ما بثيت، فجيت وقفنا وجو مسكوني اعتقال رسمي يعني، وأخذوا الكاميرا وكذا. فدري واحد من الشباب من جماعة الطابية من جيش الإسلام بالحادثة، وإجا عليهم قال لهم إحنا ما نخليكم تحكون معاه لأنه هذا إحنا نعرفه. قال لي أنت بثيت، وأنت قلت له ما نبث. قلت له أنا ما بثيت. قال لي صوتك موجود. قلت له يستحيل. قال لي صوتك موجود، أطلعوا من 1000 صوت. وعلى هذا الأساس لما وصلت البيت المساء، وإذ بنتي تنادي لي تقول لي بابا تعال صوتك على التلفزيون طالع. لما رحت وإذ هذا الإعلامي الخائف شايل الفيلم وحاطه مع تعليقي وعمل لي إشكال مع جبهة النصرة. مباشرة أنا كملت أكلي طلعت لعند الدكتور أبو سيف حسن الحيد. قلنا له دكتور القصة 1 2 3. أنا امبارح كنت بمعركة الحويقة واستأذنت جبهة النصرة إني ما أصور، وجاي إعلامي جاء طبعا وحط كاميرته جنب كاميرتي على الحيط وانهزم. والكاميرا تبع الإعلامي هذا اللي نشر المقطع سحبت صوتي لعنده، صار تعليقي على كاميرتي وعلى كاميرته. وتواصلنا أيضا مع الأخ عبد الله الصيدلي عبد الله تقريبا للساعة 1 حتى تم حل الإشكال. ثاني نهار مع كل أسف يعني يصير عندهم خطأ وينفجر عندهم مستودع سلاح، فصاروا ذيش الفترة كل ما يجي إعلامي يتناوشونه دح شتل. بعد ما سوينا الأمر احنا وياهم، جيت ثالث مرة من كان المستودع مهجور، وين جاني واحد وين يقول لي توك مشى واحد وكسروا له كاميرته، هريبة من بين الطلاقيات وبين المنازل الخربانة، فركتها ومشيت، علما انه ما لنا ذنب يعني، الغلط غلطهم هم بالمستودع. هذه الكاميرا الذكية موجودة قبالي الآن. لسه.